في خطوة مهمة وجديدة، وزير العمل محمد جبران راح إيطاليا علشان خاطر يفتح باب شغل منظم وقانوني للمصريين هناك، مش أي سفر وخلاص. الوزير قال إن الدولة مش بس بتدور على فرص عمل بره، لكن كمان حريصة تحافظ على كرامة العامل وحقوقه في التأمين والأجر والإقامة. الزيارة أسفرت عن اتفاق مع الجانب الإيطالي لتجديد اتفاقية استخدام العمال اللي كانت واقفة من سنة 2014، وتخصيص كوتا سنوية للمصريين يشتغلوا بشكل رسمي. كمان في خطة لإنشاء مركز مصري إيطالي للتوظيف في القاهرة يجهز العامل مهنيا ولغويا قبل السفر. جبران قابل وزير العمل الإيطالي ومسؤولين كبار، واتفقوا على حماية حقوق المصريين وضمان التأمينات والمعاشات، وكمان تقنين أوضاع اللي عندهم مشاكل في الإقامة. الرسالة واضحة: شغل منظم، تدريب محترم، وحقوق محفوظة للمصريين في إيطاليا. فلو نفسك تسافر إيطاليا وعايز تعرف كل جديد، تابعنا على منصة جوجابيا وهنقول لكم كل جديد.